السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم شوف اش طاري. ما تنسونيش اخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. إن لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله. وفاة الفنان الكوميدي المغربي المحبوب قبل قليل، فخليكم معي خوتي حتى الأخير وغادي تعرفوا شكون هذا الفنان اللي توفى وتسمعوا معايا كذلك سبب الوفاة ديالو. ودعواتكم معه إخواني أخواتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والله يثبتوا عند السؤال ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله يا رب. توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين شقيق ورفيق الفنان الكوميدي المسيح، أحد رواد الفن الحلقة في الساحات، جمع الفنان الشهيرة بمدينة مراكش بعد معاناة طويلة مع المرض، واللي المرض السرطان اللي بعده عن الساحة الفنية ولزموا الفراش في الفترة الأخيرة. ويعتبر رحيل أحد الوجوه البارزة في فن الحلقة، حيث ساهم في إحياء هذا الفن التقليدي وجذب جمهور واسع لعروضه الممتعة في ساحة جمع الفنا بجانب شقيقه الفنان عبد الإله المسيح. وقد اشتهر بأدائه المميز الذي يجمع بين الفكاهة والتراث الشعبي ليشكل جزءا من ذاكرة الساحة ويخلد حضوره بين محبي هذا الفن الأصيل. برحيل المسيح يفقد فالحلقة رمزا من رموزه، تاركا وراءه إرثا فنيا ومكانة خاصة في قلوب جمهوره الذين اعتادوا التفاعل مع عروضه وإبداعاته التي أضافت على ساحة جمع الفناء رونقا خاصا ونكهة فنية تراثية. وقد وقع خلط بين وفاة عبد الإله المسيح ومحمد المسيح، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن وفاة عبد الإله المسيح، واللي خرج هذا الأخير عن صمت ديالو واللي ينفي هذه الإشاعات، مؤكدا أنه بصحة جيدة، ووضح أن الخبر يتعلق بوفاة الزميل ديالو المقرب محمد المسيح ماشي عبد الإله المسيح الذي جاوره في العمل لسنوات طويلة. عبد الإله كشف أن الراحل محمد كان كيعاني من مرض السرطان، كان يعتمد على الدعم ديال الزملاء ديالو في الساحة للعلاج، وعبر عن الحزن الشديد لفقدان الصديق اعتبره بمثابة شقيق ديالو. إن لله وإنا إليه راجعون. فكما سمعتوا إخواني أخواتي بأن محمد المسيح توفى بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان وكذلك داء السكري. فالله يصبر العائلة ديالو، تعازينا الحارة. العائلة ديالو الكبيرة والصغيرة الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محبته صبر. ودعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والله يثبتوا عند السؤال ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله يا رب. فأنا خوتي كنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، في انتظار أخبار جديدة. فما تنساوش اللايك والبارتاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا بما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.